ياهوه، ايه الحر ده؟ يا ستير يا رب. مش ممكن. دول ازازة الحاجة الساقعة. ارتب على جوفي، ارتب على نفسي، مش ممكن. امي ست الناس وست الدنيا كلها وست الحبايب. ايه عامله ايه ياما؟ يا رب تكوني بخير. اهلا، انت جيت يا وش المصايب يا اللي ما بتجيش من وراك غير كل البلاوي. عايز ايه دلوقتي يا اخويا؟ سيبني بقى، سيبني افرغ عن نفسي شويه. حتى شويه القعده اللي هقعدهم في البلكونه هتيجوا تطبقوا على نفسي. جرى يا ياما؟ مش كده ياما، بالحنين شويه. انا جاي بس اقولك على حاجه مضايقاني قوي ومعذباني ولازم اعترف لك بيها. عملت ايه تاني؟ عملت ايه تاني يا اللي منك لله؟ عملت ايه تاني؟ ياما ما عملتش حاجة، وانا كل ما اجيلك ابقى عامل مصيبة. ما فيش اي حاجة، ده حاجة كده يعني، حاجة داخلية كده، حاجة خاصة بيا، خاصة بيا ياما. اسمعيني ياما وخلي قلبك كبير. خير يا ابني، خير. ياما انا بحب. بتحب ايه؟ بتحب واحد؟ واحد ايه ياما؟ واحد قهوه؟ لا، بحب واحده يا ست، مش واحد ست، واحده ست. يعني امك بتحب؟ يا سلام، وشوية عايز تتجوز؟ بالظبط كده ياما. امم وبتحب مين بقى يا عين امك؟ هي واحدة بس للأسف يعني ادتني درس. اديتك درس؟ مدرسة يعني؟ لا، هي ادتني درس في الأخلاق، مش درس في الدراسة. هي المشكلة بس ان انا ملحقتش افتح بقي، انا يا دوبك قلت لها انا بحبك، قالت لي وانا كمان. الله، طب ما حلو كده يا ابني. الله، إيه المشكلة؟ ما هو مش من طرف واحد بقى زي ما انت بتقول. قلت لها طب يلا نتجوز. قالت لي على فكرة انت امك ما ربتكش. قالت ان انا ما ربيتكش؟ قليلة الادب المش محترمة. ياما مش هي دي المشكلة، مش المشكلة الشتيمة ما بتلزقش، شتيمة بتلف وتروح لصاحبها. المشكلة دلوقتي في حاجة تانية. حاجة ايه تانية يا مدهول؟ المشكلة ياما انها متجوزة. يا نهار ابوك اسود، متجوزة؟ يا نهارك اسوح، عايز تتجوز واحدة متجوزة؟ ياما فوقي معايا، انا سامع انها هتتطلق. لا اله الا الله. هي مين دي يا ابني اللي هتطلق؟ العروسه اللي انا بحبها ياما. ايوه، يعني مين يعني؟ ام سيد. ام سيد؟ ومعاه كمان نسرين وامين. كمان؟ لا لسه في كمان طارق جاي في السكة. الله يزيد ويبارك، يا ترعة المفهومية يا فنطاس الغباوة. الله، ما بلاش بقى، ما بقى تقعدي تكسري في مقاديفي بقى، انا كل ما اقول لك حاجه تقعدي تسدي نفسي كده عن الحياه. ثانية كده معلش، انت قصدك مين؟ ام سيد اللي جنبينا في الدور الرابع؟ هي ام سيد وموزيكا. يخرب بيتك، دي ولية اكبر منك ب30 سنة. ياما السن مش عيب، مش مهم السن. يا ابني ده عندها الضغط والسكر. ياما المرض مش عيب، المرض مسير ويوم يتعالج. طب انت تعرف ان عندها القلب؟ قلب؟ ما هو ده اللي وقعني في قلبها. قلبها حنين ياما، حنين، وكلها مشاعر وإنسانية. يخرب بيتك، الولية بقالها يومين وتودع. مش مهم، انا هعيشها اجمل يومين في حياتها. طب ايه رأيك ياما في مجنى؟ مجنى؟ زميلة ابوك في الشغل؟ هي زميلة ابويا في الشغل. انت عايز اخطب لك يعني البت بنتها؟ لا ياما، بنتها ايه، انا عايزه اخطبها هي ذات نفسها. عايز ايد الحاجه مجنى. ايه، هتوصلها لباب التربة؟ لا، هوصلها لاخر الشارع ياما فوقي معايا ياما. طالب ايدها ياما في الحلال، طالب ايدها في الحلال. ياما العواجيز دول هم اللي بيشيلوا المسؤولية، وهم اللي فيهم البركة كلهم والصحة، جيل السمن البلدي ياما. يا ابني هو انت بنعمل لك فرخة يا ابني؟ بنعمل لك ديك رومي؟ مش كده يا ابني، مش كده. فوق لي شوية يا بابا، فوق لي شوية. ما نجيب لك عيلة عندها 20 سنة ولا 25 سنة تكون حلوة كده ومربربة كده يا ابني، وهتبقى برضك واكلة السمن بلدي. ياما ايه ياما، دول جيل السمن الصناعي، احنا عايزين جيل السمن البلدي المعتبر. يا نهار اسود ومنيل يا ابني، الولية ما بقالهاش الا سنة وتطلع على المعاش. ياما عشان حسن الختام ياما، هم دول اللي يسندوا، اسمعي مني. يسندوا مين يا ابني؟ الهبلة دول محتاجين اللي يسندهم. بص ياما، انا عارف تمامك انتي ما بتحبيش الصرف ولا تدفعي في اي حاجه. دول بقى جايلك بيضه مقشره، كل واحده فيهم لو اخترتي لك اي واحده منهم، ولا بقى هتطلب مهر ولا شبكه ولا شقه ولا عايزه فرح ولا عايزه كوافير واستشوار، مفيش الكلام ده خالص. كل ده الكلام ده خلاص اتلغى، عملوه خلاص وانبسطوا وفرحوا مع ناس تانيين. احنا بقى ناخدهم كده ايه، عالجاهز كده بعد ما خلاص بقى.
وهتجيلك بأحفادها إن شاء الله. يما غير كده يما، فرق السن بينك وبينهم قريب، يعني اسيبك واروح الشغل ولا اروح هنا ولا هنا تقعدوا ترغوا وتتكلموا وتقعدوا في البلد، تقعد معاكي في البلكونه تسليكي، تشرب معاكي حاجه ساقعه هي كمان. طب مش عايزه حاجه ساقعه، هاتلها شاي، طيب هاتلها اي حاجه، المهم تقعدوا سوا كده تسلوا، تقعدوا تحكوا في الباميه والملوخيه والرز والعيش والحاجات الحلوه دي. ياما انا بعمل لمصلحتك ياما، عشان تقعد تسليكي بدل الوحده اللي انت عايشه فيها. صدقيني ياما انا ببص لقدام، هتقعد تتسلى معاكي بدل ما انت قاعده لوحدك زي قرد قطع. قرد قطع؟ أنا قرد قطع يا قليل الأدب؟ ما اقصدش ياما، ما اقصدش، مش كل كلمه تمسكي لي عليها، انا عايزه افهمك بس المستقبل هيحصل فيه ايه. تصدق وبالمرة انت كمان تاخد الثواب برضه، تسحبها وتوديها هنا ولا هنا، ولا تديها تناولها برشامة ولا تديها حقنة، من باب الثواب برضه، زي امك برضه عادي. هترجعي تتريقي عليا تاني ياما؟ طب ايه ياما الكلام، نقول مبروك؟ لا 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 لا، انت سيب بقى كل دول، وعروستك عندي انا. مين ياما؟ مين؟ ام حنفي. ام حنفي؟ مين ام حنفي دي؟ عندها كام سنه يعني؟ مفيش يا ابني، ده هي بالظبط بقى لها سنة 2 كده وتقفل ال90 سنة. اموت في المئويه ياما. طب بسرعه ياما، نطلب ايديها من مين؟ بصراحة انا مش عارفة اسم الدكتور ايه ده، هو ابوها دكتور ياما؟ ابوها مات من قبل ما ابوك يتولد. ده الدكتور المسؤول عن حالتها. ايه ده؟ ليه مالها ياما؟ كفالة الشر، ايه عندها حاجه؟ لا مفيش يا حبيبي، ميتة اكلينيكيا من 5 سنين. اكلينيكيا؟ طب بينا ياما بقى، بينا نلحقها بسرعه قبل ما تموت، يلا نلحق نستفيد باي حاجه، يلا. بس ياما مش تعتبر عجوزه شويه؟ انا حاسس ان انا بقيت ارمل من الابنه ونخش الدنيا. خش دنيا؟ ده انا هدخلك اخره دلوقتي. حرام عليك، حرام عليك، نقطتني يخرب بيتك، وادي الحاجه الساعه اهي. انت في ايه يا ابني؟ مش كده عايز تتجوز لي واحده عجوزه يا عين امك؟ ليه؟ هما البنات كانوا خلصوا؟ الله يخرب بيتك لبيت خلفتك، ابعد عن وشي بقى، غور بقى. بتحب وعايز تتجوز؟ يا سلام يا نغ، ده انت خريج تانية اعدادي، ده انت يالا لسه بقالك سنه لسه في الاعداديه، يالا بتاخد الاعداديه في 3 و4 سنين، يالا ده انت غيرك بياخدها في 2 سنين يالا. 2 ازاي ياما؟ الاعداديه 3 سنين. لا يا حبيبي، بياخدوا السنه في 2 و3 مع بعض. يا حبيبي، العمر فيه وقت، نخلص او يخلصوا حالهم اوام الدور، والباقي عليك انت يا ساقط ابتدائيه يا خريج الاعداديه. انا غلطان ياما، انا غلطان واستاهل ضرب الجزمه، انا مش هقول لك على حاجه تاني ياما. يكون احسن بقى، ابعدوا عن وشي.